علينا. بل ذكروا في التاريخ في عام 488 الوزير محمد بن الحسين الروذباري. هذا الرجل كان وزيرا عند المقتدي بالله، فأقاله المقتدي بالله، قال خلاص أنت وزير وعندك قصر تدري لا تشتغل عندي، اذهب. قالوا فذهب وجاور في المسجد النبوي، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو وزير. يقولون فكان في وقت فراغه يكنس المسجد ويفرش الحصر، إذا جاء وقت الصلاة يأخذ الحصر يفرشها، ويسرج المصابيح، إذا جاء في الليل بدأ يشغل المصابيح يشعلها واحد واحد حتى مات وهو على مثل هذا الحال. هذا هو وزير. هذا هو وزير. شوف التقاعد كيف نفع. والله يا أخي أنا أقول أحيانا لبعض الناس الذين يتقاعدون ثم تظلم الدنيا في وجهه ويبدأ مشاكل، يفتح الثلاجة ليش الخبز هذا ما لفيته، ليش الأكل هذا ما أدري إيش، يأتي يدقق على عياله في يعمل مشاكل، ليش اللمبة شغالة، ليش اللمبات هذه شغالة، ليش ما طفيته المكيف، ليش. طبعا من حقه أنه يسأل لأنه هو اللي بيدفع. لا بس لا بيكون زيادة حتى ولد يعني داخل والطالع وتلقاه 17 مرة في كل شيء ناظر الخزان. لكن القضية طبعا الفراغ الذي عنده، ويعني وكونه كان مشغولا ويشعر بأهميته سابقا ثم الآن يعني ذهبت تلك الأهمية في من ناحية الوظيفة يعني، فليش يا أخي ما تشغل نفسك؟ هذا الرجل الآن وزير ومع ذلك انظر كيف كان يعمل ويذهب ويكنس في المسجد ويوزع الحصر. أقول لو بعض هؤلاء المتقاعدين صار مثلا من المتصدقين في المسجد الحرام وممن يفرشون السفر لإطعام الصائمين يوميا ويجيب التمر ويوزعه ويخدمهم بنفسه، والله يا أخي يشعر بسعادة ما يشعر بها ربما غيره ممن لا يقوم مثل هذا العمل. هذا برضو عمل تطوعي يا أخي. من الأعمال التطوعية العناية بالمطلقات والأيتام. صحيح. كم نعرف من الأيتام الذين لا يلتفت إليهم أحد. العناية بدعوة غير المسلمين للإسلام. كفالة عوائل المساجين. كم في واحد مسجون بسبب دين ولا بغيره ومع ذلك من يكفل عائلته ومن يقوم عليهم. هاي ناصر انت شو تقول له تطوع ما تطوع عاون بعض العوائل، انت تجي توقف بتسوي خير تقول اكيد هذا وقف عشان يجي غازي، اكيد هذا وقف مو لله. الشيء الثاني اذا انت برضو سويت يعني طيب خلي بجاوب هذا بعدين بسمع الشيء الثاني. طبعا ناصر لابد العمل الذي تقوم به يتناسب معك. يعني انت مثلا شباب ما يصلح تقول والله هنا واحدة عندها بنتين أعمارهم على 17-18 سنة وأبوهم مسجون وأنا اللي أتولى الإنفاق على هذه العائلة. ما شاء الله ولا لقيت لها العائلة. ما هناك في عجوز وشايب ما في أحد ينفق عليهم. مش ما تنفق عليهم يداشر يا الخربان. لازم أنك إذا أنت ناوي تعمل عمل تطوعي لابد يتناسب معك يا أخي. أو مثلا غير ذلك من الأمثلة، واحد فرضا أبو 50 سنة ويدور زوجة ثانية، بعدين سمع أن في واحدة مطلقة وعمرها 20 وعندها بنت، قال والله أنا سأنفق عليها. هذه أولى من غيرها. أجر يا شيخ. نلعب على بعض، ما لقيت الأجر إلا في هذه. يعني العمر مقارب وعندها بنت. لا تلعب علينا. تبغى تسوي عمل تطوعي سوي عمل تطوعي يصلح لك. سوي عمل تطوعي انفق على عمال. فطر في المسجد. مسجد يكنس المسجد يا أخي. أنا من الصبح أقول وزير يكنس مسجد. طيب يكنس يا أخي. أما عمل تطوعي مع أم البنات. حضرت قبل فترة معرض اسمه معرض تيدكس في الرياض للشباب الناجحين في حياتهم. وكان في مجموعات كثيرة والآن ما شاء الله تبارك الله الرياض وجدة تزخر بشباب من المتطوعين. والله العظيم ما شاء الله تبارك الله